السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نشرح فكرة الفيديو بتاعت النهارده، أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم، وتصلوا على النبي تحت في الكومنتات. طبعا يا جماعة أنا عارف إن انتوا مستغربين الشكل احنا بنصور فيه، طبعا انتوا عارفين احنا بنصور في الاستوديو اللي هتلاقيه في كل الفيديوهات، أي فيديو حرفيا هتشوفه هتلاقيه في الاستوديو بتاعنا. بس قولوا لي لو عجبكم المكان اللي احنا بنصور فيه ده، أو نرجع تاني نصور في مكان. يعني عايز اقول لكم يا جماعه إن المكان ده يعني حاجتي زي ما انتم شايفين اهي، والمكان ده انا مخصص ليا، فقولوا لي نرجع هناك في الاستوديو بتاعنا ولا خلينا نكمل هنا. المهم يا جماعه، فكره الفيديو بتاعت النهارده هو مقلب جديد. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا عملت مقلب واحد على القناه من ساعه ما بدات اليوتيوب تقريبا، فالنهارده بقى نرجع بمقلب جديد وهو مقلب في صاحبي. مش هحرق لكم المقلب ايه، هتشوفوا الفكره جوه. ابتدي هنا. ايه يلا. الحمد لله، اقف بس في حته فيها شبكه عشان أنا مش سامعك. طب بقول لك ايه، خلي بالك انا زعلان منك انت ويوسف. ليه؟ ما تسالوش عليا وانا تعبان. الله. مين المريض ممكن لسه بكلمك ولا كان في السلام. بعدين انا نسيت خالص والله ان هو اتضايق، ما انا كنت كل ما يكون معايا رصيد كنت بكلمه. لا انت ويوسف ما حدش عبرني وانا تعبان، قلت اكلمكم اشوفكم ما بتكلمونيش ليه. يا اخويا زعل. يوسف برضه مش معبرني خالص، ولا على الواتساب. طب على اللي انت على الواتساب عبرتني، هو لا خالص. انا ما تزعلش منه برضك هو يا ابني عشان كان في البلد وعندهم في البلد مفيش نت وكده، فاهم؟ ما تزعلش يا اخويا. طب يا اسطى انا مش زعلان، وعايز اقول لك ان انا بعمل فيك مقلب على اليوتيوب. الحمد لله. وربنا يا اسطى، وربنا فتح الكاميرا وكل جه شهر بيسلم عليك بيقول لك شربت المقلب. صلى الله عليه. توقعت المقلب؟ قول بصراحه، انت كنت عارف حاجه؟ لا والله. ايه رايك يا عم؟ مقلب طرش طرش طرش، ولا كنت اي حاجه ولا كنت عارف اي حاجه. هخلص تصوير كده واكلمك. سلام. وزي ما انت شفت يا جماعه، هو المقلب صغير، بس انا ايه، لما لقيته قال ما تزعلش فقلت اخلص المقلب باختصار. واللي مش فاهم المقلب عباره عن ايه او لسه ما فهمش حاجه، انا فاهمكم يا جماعه. انا من يوم الخميس بعد ما نزلت لكم الفيديو بتاع الطفل الاصفر اللي ما شفتوش، هتلاقيه تحت الديسكريبشن. تعبت جدا يا جماعه، وجالي دور برد كان حرفيا صعب 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 صعب. وطبعا انتوا كلكم عارفين ان كل جيش عارف ان عندي قناه شورتس، واللي مش عارف ان عندي قناه شورتس تلاقيها في اول كومنت، وهتلاقيه تحت في الديسكريبشن. المفروض ان انا في قناه الشورتس دي يا جماعه بنزل كل يوم فيديو شورتس. انا اخر فيديو شورتس نزلته برضه يوم الخميس، قعدت يوم الجمعه والسبت ما نزلتش اي فيديو شورتس، يعني يعتبر يومين. ولحد النهارده نزلت فيديو شورتس، لو ما شفتوش برضه ايه، روح شوفوا على قناه الشورتس بعد ما تخلص المقلب ده. والحمد لله يعني النهارده ايه اتحسنت كده، وعايزكم كلكم تدوري تحت في الكومنتات، فقلت انزل لكم ايه المقلب الطرش ده، واتمنى يكون عجبكم. فعشان كده بقى يا جماعه انا قلت استغل فكره المقلب دي وارن على واحد صاحبي واعمل فيه ايه المقلب ده. يعني يعتبر ده تاني مقلب على القناه، بس المقالب يا جماعه مش سهله، وانا بحاول ارتب لكم مقلب حلو، واتمنى يكون المقلب عجبكم ان شاء الله. وطبعا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تشتركوا في قناه يوميات هارلي اللي هينزل عليها المسلسل يا جماعه. خلاص فاضل كام يوم على رمضان، فما تنسوش تشتركوا في قناه يوميات هارلي، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. وبس كده يا جماعه، كان الفيديو بتاع النهارده خلص والمقلب بتاع النهارده خلص. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ولو ما شفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. وما تنساش بقى تخش جروب الواتساب والانستجرام والقناتين هتلاقيهم هنا وتحت في الديسكريبشن. وما تنساش تقولي برضو ايه نرجع للاستوديو بتاعنا ولا خلينا هنا. بس كده، سلام.